بصير في الشمال بالتحديد في جباليا وبيت لاهيا بحرك الحجر بنطقه، لا بتخيلوا، لا عقل ولا مخ ولا بشر، لا خلوا مستشفيات ولا أطفال ولا بشر ولا شجر ولا حجر. 170 شخص في ليلة واحدة، 1000 خلال 20 يوم، 1000 روح طاهرة. كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يم كارثة على البث الحي والمباشر على عين الجميع قاعدين بنشوفها. ايش اللي لازم يصير وما صارش عشان يتحركوا 2 مليار؟ ايش اللي لازم يشوفوه ما شافوهوش؟ ما ظلش ايش الا وعملوه. واحنا لا حياة لمن تنادي الا من رحم ربي في اليمن والعراق ولبنان. السلام عليكم. عندما نتحدث عن غزة وما يجري في غزة يندفع البعض إلى الحديث عن القتال والجهاد، ويقول إذا أنت سبع روح قاتل، وإذا تريد القتال روح قاتل. نحن لم نتحدث عن القتال. القتال له رجال، ورجاله يصولون ويجولون في قلب غزة العزة وفي جنوب القلب كذلك، ويسطرون أروع ملاحم الشرف والعز، ويركعون العدو صاغرا ذليلا. إنما حديثنا عن موقف وعن وقفة. الله تبارك وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا أقل من هذا الباب، ومن باب حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي ينسب له: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما استطاع بيده، فبلسانه، ما استطاع بلسانه، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديثنا عن وقفات تضامنية مع هؤلاء الذين يقتلون، مع هؤلاء الذين يذبحون صباحا ومساء. موقف أشعر الآخر أني مسلم، أشعر الآخر أني أهتم له. مو موقف كموقف موسم الرياض أو كالحفلات الغنائية التي تقام في بعض الدول العرب، والتي بحضورها الجماهيري الغفير يشعر المتضررين أنهم وكأنما يتحملون أوزار كونهم من المسلمين ومن العرب. على سبيل المثال، هذه الوقفة التضامنية التي كتبت في تاريخ 19/10/73 بالرغم من ظلم وإجرام الحزب البعث المجرم، لكننا نجد أنهم علماء الدين، رجال الدين في النجف في صحن أمير المؤمنين، تقول هذه الصحيفة: يباركون الخطوة الجريئة لقيادة الحزب والثورة. طبعا هي صيغت بصياغة الحزب والثورة، لكن على كل حال حتى وإن كانت هذه الحكومة ظالمة مجرمة، موقف كان صحيحا مناسبا ملائما في وقته، يبارك هذا الموقف. لكن هذه وقفة تضامنية من علماء الدين يقفون لنصرة الشعب المظلوم في فلسطين. اليوم أين هذه الوقفة؟ أين هذه الوقفة؟ أين الموقف من العرب؟ علماء الدين كنا نسمعهم في خطب الجمعة في مسجد في الكعبة المكرمة يدعون المجاهدين الذين يقاتلون في العراق، الذين يفجرون أبناء الشعب العراقي. لكن ما نراه اليوم هذا موجود. لماذا؟ الدعاء لا يدعون، لا أقل الدعاء، يحثون المؤمنين على الدعاء. وقفات استنكارية من علماء الدين. هذا لا يتحدث أحد عن القتال. الحديث ليس عن القتال. القتال له رجال لا يحتاجون إلى الحث والدفع أبدا، مستنهضون بطاعتهم لله، بإيثارهم، بتفانيهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن نتحدث عن تلك الشعوب التي تغط في نوم عميق وفي سبات عميق. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم الدعاء في أمان الله.